أي عسلامة، الإكزامانات قربت وكانكم كيف تعديوا على قريب مرحبا بكم. أكيد رانا كنا مسترسين على الأقل شوية، دونك قلت علاش اليوم نحكي لكمش على 3 تيبس متاع قراية اللي 90% من الفيديوهات يستعملوهم في بالهم اللي هما ينفعوا فيهم، ما في الحقيقة قاعدين يضيعوا في وقتهم أكثر من اللي قاعدين يقراوا. بعد ما نحكيو على 3 هذم اللي هما معروفين على الآخر، باش نحكيو على 6 طرق يخليوك تربح وقت ويخليك تكون مركز وفاهم فاش قاعد تقرا بالضبط للامتحانات في أقل وقت ممكن. دونك هذا مش يكون إن شاء الله تيبس efficient، وفي آخر بارتي من الفيديو هذا باش نعلمك بالضبط كيفاش تستعملهم ووقتاش تستعملهم. مرحبا بك. باهي نتعداو اول طريقه متاع قرايه اللي هي كان سميوها the comfort food for the brain، اللي هي بالحق انت تعمل فيها تحس بروحك عملت انجاز، ما في الحقيقه ماك تعمل في حد شيء، اللي هي الري ريدينج، انك جيست تشد الكتاب نتاعك تبدا تعاود تقرا مش برك قاعد تنفع في روحك، ما في الحقيقه ماك تزيد في حتى معلومه. وعلاش الري ريدينج حاجه اغلبيه الفيديوهات يستعملوها؟ على خاطر حسب ما قالوا وحسب ما الحقيقه نحن بجوده نحسوا كي نبداو نقراو في كتاب تحس بروحك عملت حاجه، تحس بروحك اللي انت بالرسمي قاعد تقرا، وخاصه هي كومفورتن ماهيش كلي عباره تعمل في اكزامان، ما تحسش تشالنجين، تحس حاجه مريحه. قالك عباره البوتيتو تشيبس نتاع القرايه، عباره جست قاعد وناكل في شيبس انا قاعد وجو امريكا. وبيست على دراسه صارت عمل فينا 13 عملها البروفيسور جون داونوسكي مع الريسيرشرز اللي معاه، عملوا بحث على اكثر من 100 نوع نتاع ستادي تكنيكس. وخنقول لكم توا شحكي على الري reading, and he said, based on the available evidence, we rate rereading as having low utility. Although it's economically time-wise, rereading is typically much less effective than other techniques. الري-reading ولا انك تعاود تقرا اللي عندك مكتوب ديجا ياخذ برشا وقت، ما في الحقيقة ما ينفعش برشا، وديجا هو من أكثر الحاجات اللي less effective، أكثر الحاجات اللي بالحق ما تزيدك حد شيء. وبعد 2013 كيف عاود عمل دراسة عام 2016 وغادي وين قال إنه passive repetitive reading produces little to no benefit for learning, yet it's the most common used strategy. كما قلنا في البارتي الأولانية قال إنه الطريقة هذه ما فيهاش برشا نفع، وخاصة تبدأ تقرأ بطريقة باسيف مش بطريقة أكتيف وتحاول تركز مع المعلومات اللي أنت قاعد تقرأ فيهم الكل. وقال لي هي بريسك ما عندها حتى بنفيت. صورة أنت ضيع سوايع وانا نقرأ في بالي بروحي نقرأ، مي نلقى روحي اكشولي ضيعت سوايع وما شديت حتى شيء في مخي، برغم اللي هي أكثر استراتيجي مستعملة من الفيديوهات. بالرسمي شيء يخوف. أنا مستغربة كيفاش معناها ما يعلموناش كيفاش نقرأ في السكولز نتاعنا ملي نحن صغار والفست هذوكم الكل. مش مشكل، هاني اليوم جيت باش نحكي لكم على الفازل الكل اللي باش تعاوننا ان شاء الله، تعاوني وتعاونكم، خاطر انا بجودي نعدي دفورات كيفكم الجمعتين الجايين. وتول تعداو الثاني اكثر حاجه الحقيقه انا ما كنتش نستعملها، ما ريت برشا عباد تستعملها، والتو مانيش فاهمه كيفاش يراو فيها برودكتيف وكيفاش يراو فيها اكشلي حاجه تعاونهم في القرايه نتاعهم، اللي هي هايلايتنج، اللي هي تشدك الفوتر بالطبيعه عاد ما تلقاش فوتر بركه، تلقى 20,000 فوتر محطوطين فوق الطاوله وتبدا تحرقص. بالرسمي التوله فهمتها، خاصه في المجال نتاع الطب، يشدك كتاب يحرقصوا الكل بالوان واشكال ويتعدى على روحه يقول لك هاني قريت. اوكي الطريقه هذه تنجم تنفعك شوي كانك برو فيها وكان تعرف كيفاش تحرقص بطرق معناها تخلي مخك واعي فاش قاعد تعمل بالضبط، مش اللي يجي جست تلون وتتعدى. واجين تو باش نحكيو على ايكو تعطيها لنا بروفيسور جون دونلوسكي، اللي هو قال we rate highlighting and underlining as low utility while it may help some students in some cases. For most learners it does little to boost performance and can even hurt if when the task requires deeper understanding. حسب ما قال في الجملة هذه قال إنه الهايلايتين ولا الأندرلاين ولا يوزن جستك الفتروات راهي أغلبية الوقت low utility، كما اللي حكينا على الريدينج في الحقيقة راهي ما تعاونكش، مي في حالات معينين في كام معينين ولا في دروس معينين تنجم تعاون، كما نجم تضرك على الآخر في دروس أخرين اللي يستحقوا البراتيك ويستحقوا إنك تكون بالرسمي فاهم فاش قاعد تعمل. دونك هنا نجم تقول سلاح ذو حدين اللي لازمك تعرف وقتاش تستعمله ووقتاش ما تستعملوش. وكما الريدينج الهايلايتين زاد تحسها حاجه برودكتيف على الاخر، عندك ستيلو تبدا تلونها واحمرها وازرقها واخضر وزيد تحسها مزيانه، تحسها استيريكلي بليزن، تحس بروحك عملت حاجه. حتى كان عملت شيء بعد تغزر الكتاب نتاعك تلقاه محرقص بكله باش تقول راني عملت حاجه كما عملت حتى شيء. تو قلت علاش ما نحكي لكمش على الحاجه الثالثه اللي هي سامرايزن، واللي انا الحقيقه I feel guilty for it، خاطر انا من اكثر العباد اللي يعشقوا حاجه اسمها التلخيص. يا ولدي ما نجمش نقرا وانا ما عنديش الكور نتاعي ملخص من الاخر،
مي في السنوات الأخرانية اكتشفت طرق أخرى متاع التلخيص اللي تخلي الحاجة هذه تكون effective أكثر منها just low utility كما الحاجات الآخرين. الحاجات الآخرين useless من الآخر. مي التلخيص ولا make notes it can be useless وإلا it can be actually useful كان تعرف كيفاش تلخص. وإيجان نرجع نفس الدراسة اللي عملها دانلوفسكي عام 2013 وهنا قال summarization is rated as low utility كما توقعنا. It can learn but mostly for students who are already skilled at summarization. Most learners are required extensive training for it to actually be effective. كما قلت لكم هنا summarization راهي low utility راهي ما تنفعش مي كان تعرف بالضبط how you approach lecture متاعك وكيفاش بالرسمي تعمل notes يكونوا effective. الحاجة هذه باش تنفع على الآخر باش تمشي معكم على الآخر. باهي وتوا خلينا نعمل لكم ريكاب صغيرون على 3 low utility study techniques اللي 90% من الاتوديونات يستعملوهم. كما قلنا أول حاجة rereading اللي هي تحسها حاجة محلية على الآخر، تحس بروحك تعمل في حاجة ما في الحقيقة راهي ما تنفعكش وما تخليش المعلومات في مخك بأي طريقة ممكنة. الحاجة الثانية اللي هي الهايلايتنج اللي بالرسم تحسها productive أما هي ما تعاونش زادة it barely helps. والحاجة الثالثة اللي هي summarization اللي هي أوكي إيش كانك تعرف كيفاش تعمل summarization طريقة باهية أوكي وكان مشيت معك مش مشكل. سينو فما حاجات أخرين مخير اللي لازم تكون تعملهم خاطر 3 حاجات هذم راهم mainly hard work not smart work. ومعروفة ديما يقولك أوكي أسعى وأخدم ما يحاول أخدم واسعى بطريقة ذكية مش جيست هكاك هاني نضيع في وقت وهاني قاعد نخدم مش مشكل. طب باش نتعداو ال 6 techniques اللي actually يخليوك تخدم في أقل وقت أقل ستريس أقل مرج من الآخر. طرق هذم ينشفوا على الآخر. باهي تو نتعداو الأهم من أهم الطرق بالأحر خاطر عنا 6 طرق وبالطبيعة أحسن واحدة وأهم واحدة هي الأخرانية. مي خلينا نبداو من أهم الطرق اللي هي الأكتيف ريكول اللي مسمينها the king of productivity the king of study techniques اللي if you master it بتربي ناجح وإكزامانات جوها مريقل وريفيزيون زاد جوها مريقل. شنو هي الأكتيف ريكول؟ إنك مثلا ندخلوا فاستر ريدن تاع بكري أما بشردوها باهية ندخلوا فيها الأكتيف ريكول إنك أوكي نقرأ ليكتشر بتاعي كيف أنا مثلا هنا نقرأ مثلا قال لي الأكتيف ريكول هي the king of studies وراهي حاجة تنفع الأخر for revision درشنية. بعد شو نعمل؟ ماني قريت البارتي هذه نظر بعيد نحاول نتخمم مش قريت أنا اليوم قريت على الأكتيف ريكول عرفت اللي هي استراتيجية تنفع الأخر عرفت اللي هي لازمني نحاول نخرج معلومات من مخي أكثر من اللي جست نقراهم ونتعدى على روحي على خاطرت الطريقة متاع إنك مش تقنع تحكي مع مخك تقول له يا أخ جيب لي معلومات على الحاجة هيك اللي أنا نعرفها راو ديجا تربط الخلايا تاع المخ مع بعضها وتخلي المعلومة هيك تقعد أكثر في مخك واللي هو based on neuroscience حاجة جميلة على الآخر. وكيف نرجع لسي جون why not خلينا نحكيو على research تعملت like 100 years ago. تصورها أنت معناها من 100 سنة لتالي والعباد معناها عالم كامل عارف اللي فما حاجات تنفع حاجات ما تنفعش ما عمرنا ما نقراو عليهم وما عمرنا ما يفسرهم لحتى إنسان بخلاف إنه ما عرفش كان إنسان كيفي تحب تكتشف كل شيء دونك عرفتهم وحدي. معناها imagine study من عام 1939 من الحرب العالمية الثانية هو ديجا طالع من احنا ما عندناش حتى فكرة عليه. شنو هي الدراسة هذه؟ الدراسة هذه خذيت 2 جروبات تاع عباد نتاع تيدونات. الجروب الاولاني جست حطيتهم كما نقولوا يقراو الكور معين للسيمات عطاتهم يقراو مات وبعد جمعتين عادت لهم تيست خذاو سكورات. الجروب الثاني كيف عندهم جمعتين برك باش يقراو مات مي في الجمعة الأولانية في آخر الجمعة معناها في الويكاند نقولوا نحن عداو تيست صغرون وبعد عداو تيست الكبير معناها ديجا تستاو الواحهم على المعلومات اللي تعلموهم الجمعة الأولى الكل بعد عاودوا تستاو الواحهم التيست فينال اللي هو باش يقارنوا بين التيدونات A والتيدونات B. لقاو انه ديفيرونس نتاع لي نوت 15%. تصورها انت انك جست تستيت روحك مره قبل التيست الاصلي طلعت نوتاتك 15% في مره برك تستيوهم مش في كل حصه يتستيو فيهم في مره برك في تيست برك تربح 15%. الحقيقه ما عنديش فكره عليك انت ما انا شخصيا معناها كان عندي الفكره هذه تنولي نطبقها في كل وقت ديجا نطبق فيها المحل. هو مادام حكينا على الدراسه الاولى عام 1939 خلينا نحكيو على دراسه اجدد شويه اللي هي تعملت عام 2010. عام 2010 عملوا نفس الحكايه خذاو تيديونات جروب A وخذاو تيديونات جروب B. جروب A خلاهم يقراوا باي طريقه يحبوا عليها كما قلنا 90% من تيديونات استعملوا 3 طرق الوالا دونك اكيد راهم
يستعملوا 3 طرق هذوكم على الأقل برسنتاج كبير منهم. واللي توديونات الثانيين خلوهم يستعملوا الأكتيف ريكول مي ديما يتستي روحك. مثلا اليوم قراو سيونس يروحوا للدار يعملوا عليها تيست صغيرون، راهم مش تستي روحك بالضرورة تحط إكزامان وتخدموا وتصلحوا، لا كنت نجم جوست قريت حاجة معينة تغمض عينيك تعاود تقولها وتتعدى لروح ديجا هذاك أكتيف ريكول. ومانيش مصدقة قل واحد في التوديونات هذا اللي عملوا التيست حسن 30% من الماتير وأكثر وحيد تحسن 60%. معناها عندك مارج تتحسن من 30 ل 60% جوست على خاطرك تستي روحك بعد ما كل سيسيوم تاع قرايه. بالرسمي حاجه معرفش انا اول ما سمعت عليها قبل من وقتها وليت نحاول نحاول نتذكر اني تستي روحي بطريقه او باخرى خاطر حاجه مزيانه على الاخر. وننصحكم فما كتاب اسمه ميك ات ستيك اللي هو يخليك بالرسمي تزيد تفهم اكثر وتتعمق اكثر في الاكتيف ريكولز، تعرف بالضبط كيفاش تستعملها. ما تخافش على خاطر اولا ساعه اول لينك ذا بوك بلو. حاجه اخرى باش نعطيكم ديجا 2 to 3 تيبس اللي هما يخليوك تستعمل اكتيف ريكول بطريقه سامبل على الاخر وافيكاس على الاخر. هذاك علاش خلينا نبداو بالطريقه الاولى اللي هي فلاش كاردز. مانيش عارفه اسكو انت سمعت بها ولا، اما الطريقه هذه فيموس على الاخر خاصه عن طريق الابليكاسيون اللي اسمها انكي ولا كويزلت. انا استعملت كويزلت عم ناول الحقيقه. انكي برغم ان هي ابليكاسيون معناها متداوله اكثر للتديونات وكل شيء انا ما عجبتنيش برشا. نستعمل هي كويزلت هي الطريقه تراديسيونيل اللي باش نحكي لكم عليها. مي خاصه كانك في مجال الطب ننصح على الاخر بانكي على خاطر فما لي كور نتاعك بريسك تلقاهم محاضرين الفلاش كاردز نتاعهم. سو جاست خلينا نفسر لكم سيستم تاع الفلاش كاردز. اوكي اول حاجه هي باش تلقى الفلاش كاردز حاضرين كما قلت لكم الاغلبيه في مجال الطب باش تلقى الفلاش كاردز نتاعك ديجا حاضرين. سينو نقولوا نحنا كانك كيفي انا في مجال الانفورماتيك عندي دي كيستيون مثلا نعرف لي انا جينيرالمون يجيو في الاكزامان. اوكي شنو نعمل؟ هي باش تكون ورقه في الابليكاسيون ولا كان شي تنجم زاده تعملها فيزيكال بيبر انه فما جهه باش تكتب فيها لي كيستيون والجهه الاخرى باش تكتب فيها الريبونس. بالطبيعه ما تحاول مش لازم كيستيون يبدا طوله 2 متر جاست كيستيون سامبل الريبونس نتاعو سامبل من الجهه الاخرى and you just go by them. مثلا ريت انت نبدا نقولوا نحنا الكراسه هذه عاملها ورقه كامله كيستيون ريبونس وديما تهزها معاك وجست في اي وقت تفاضى والا جست قاعد في الكور ولا قاعد تفطر ولا قاعد في اي حاجه تنجم تستي روحك فاسيلمون تقرا الكيستيون تحاول تجاوب عليه من مخك. كان بالرسمي ما لقيتش الاجابه تو سامبلومون ترى الانسر نتاعك. مي هذاك علاش فهم برشا عباد ينصحوا بالابليكاسيون اكثر منها ما ينصحوا بالفيزيكال فلاش كارد على خاطر في الابليكاسيون تحط كالعاده الكيستيون نتاعك وتحط الانسر نتاعك وفما تقييم لكل كيستيون. مثلا نقولوا نحن كيستيون بالرسمي وحلت ما نجمش نجاوب فيه بحتى طريقه تحط راهو الكيستيون مثلا هارد كويشن دونك هو الكيستيون هذاك يولي يجيك اكثر من الكيستيونات الاخرين. قولوا نحن كيستيون ساهل قالك شنو لازم الانسان يشرب قول له نشرب ماء يولي يجيك مره في 6 شهور وكان مش مره في العام فهمت ولي ما عادش يجيك برشا الكيستيون هيك خاطر انت حطيت راهو ساهل على الاخر نجم نجاوب عليه طول. كان كيستيون في الوسط كيف تنزل راهو تحط راهو كيستيون معناها الصعوبه نتاعو معتدله دونك يولي يجيك مثلا مره كل جمعه مره كل 3 ايام حاجه كيف هكا لين توصل الكيستيونات الصعاب يوصلوا المرحله اللي هما يوليو كيستيونات ساهلين وسي بون يولي ما عادش يجيوك برشا يجيوك الكيستيونات الاخرين. وتو نتعداو الطريقه الثانيه اللي تخليك تعمل اكتيف ريكول اللي هي اسمها الفاينمنت تكنيك اللي نتصور على الاقل سمعتوا بها. كان ما سمعتش بالفاينمنت تكنيك اكيد سمعت بمقوله تعلم الحاجه لطفل عمره 5 سنين. ما الحقيقه في اغلبيه الحاجات مثلا خاصه تقرا انفورماتيك ولا تقرا نيورو ساينس ولا تقرا في حاجه كومبليكي مهما باش تبسطها ماكش نجم تفسرها لصغير عمره 5 سنين باش تقول له ما عرفتش انا thermodynamics whatever معناها الحاجه اللي تقرا فيها باقي باش تكون صعيبه باش تفسرها. مي على الاقل يحاول تفسرها لحد من صحابك كان انت فاهم الماتير حتى شويه راك انت سوفي تفسرها لهم راك اولا باش تحب الماستير اكثر ثانيا باش تفهمها اكثر ثالثا باش تعرف بالضبط شنو الحاجات اللي انت مش فاهمهم. والحاجه هذه جربتها مره الحقيقه نحب نجربها اكثر مي جربتها مره مع اصحابي واستغربت قداش بالرسمي افيكاس مش نورمال. وقتها فسرت لهم ترموديناميك ومن وقتها ولات ديجا احسن ماتير عندي راني عرفت نفسر لهم بالكور وقتها تفسر لهم بشوي الى ان اكتشفت بالحق فما بوانات انا ما نعرفهمش وانا مش بالي بروحي سكرت الماتير طلعت لاني مسكرتها طلعت هي مسكرتني تاع حسيت فما يمكن 5 ولا 6 حاجات وقتها بالرسمي طلعت ما نعرفهمش واستر ربي معناها فسرت لصحابي وكملت فهمت الفاست هذوكم قبل الاكزامان وقتها سكرت الماتير. حسيلو عندي ما
زيد في الفاينمنت تكنيك غير انه بالرسمي توكس. خلينا نحكي لكم على ثاني اهم تكنيك تاع قرايه اللي هي spaced repetition، وتلخيصها بالعربيه انك تقرا حاجه على وقت متقطع بلوز موا. اكيد الكل نعرفوا غاصه الكتاب، واكيد الكل ريفزو كان في غاصه الكتاب، مي spaced repetition ما تخدمش في اخر نهار، لازمك على الاقل مينيموم جمعه قبل الماتير هيكي، ولا جمعه قبل الدفوار ولا حاجه كيفنك. علاش؟ خاطر الفيزيست ولا السايكولوجيست خاصه قال لك راك ما تعملش فيزيت لحاجه معينه راك باش تنساها، على خاطر فما حاجه في مخ الانسان اسمها الفورغيتن كيرف، اللي هي مثلا نقولوا حاجه قريتها نهار اثنين وانا عودت ريفيستا كان اثنين اللي بعد باش نلقى روحي ديجا فورغيتن كيرف وصلت للاخر ونسيت الحاجه ذيك، عودت من الصفر. مي انا قريتها نهار اثنين، تلفت نهار ثلاثه، قريتها نهار الاربعاء، نهار الخميس، قريت الفورغيتن كيرف هي طابت منها انت تعاود تطلعها، هي طابت منها انت تعاود تطلعها لين توصل المعلومه هيك تشد في مخك اصلا ما عادش تنساها، واللي هي تعرفون على الاخر خاطر نحن الحقيقه في القرايه عطينا نقرا ونعدي دوفوار وسي بون معلومه تضيع، ما هي ماهيش هذاك اساس القرايه الحقيقه، خاطر المعلومات هيك باش تحققهم بطريقه او باخرى ومن عام لعام لاخر. ديجا خاصه انك كي تطلع الفاكولتي ويبدا البروف يقول لك بالله تتذكرها كي قريتها في السيزيام، تذكرها كي قريتها في المكتب، انا بلاي كما مكتب تينا عاملاه وما نذكروش. هذاك علاش لازمك تبدا على بكري سبيس ريبيتيشن، خاطر متاكده باش تعاونك في السنين من بعد العام اللي تقرا فيه توا، مهما يكون العام اللي انت قاعد تقرا فيه، حتى كان في اخر عام مش مشكل استعملها وخلي المعلومه في مخك، بزايد معلومه خير من بلاش. عسيلو توا خلينا نحكي لكم هكا طريقه صغيره كيفاش تستعمل سبيس ريبيتيشن. كيما حكينا من الاول على الانكي والاكتيف ريكول والكاردز اللي تستعملهم في انكي اللي هما فلاش كاردز. الفلاش كاردز سي ديجا اوتوماتيكمون فيهم سبيس ريبيتيشن، على خاطر انت تجيك كارته اليوم تقول راني مثلا صعيبه الكارته هذه، تعاود تجيك بعد 3 ايام، تعاود تجيك بعد نهارين، تعاود تجيك بعد ساعه. ديجا الانكي كاردز فيهم الاكتيف ريكول وفيهم سبيس ريبيتيشن، معناتها تضرب عصفورين بحجره. الاهم زوز طرق يخليوك تكبتي الماتير، فماش خير من هيك ما فماش. وكان كيفي انسان ما يحبش برشا يستعمل ليزابليكاسيون هذا، نجم كالعاده تعمل الكارته في ورقه، جست نجم تنظم جدول بتاعك بطريقه انه نجم تكون في سبيس ريبيتيشن حتى كانها في اخر جمعه دفوارات. تو قيت نتعدى الطريقه اللي هي احسن طريقه عندي، اول طريقه اكتشفت حاجات اللي تعاونك في القرايه اللي هي البومودورو تكنيك، على خاطرنا نحن كاتيديونات الكل عندنا مشكله في التايم مانجمنت، اللي هذا يقولك ما عنديش وقت باش نقرا وما عنديش وقت باش ناكل وما عنديش وقت باش نرقد وما عندي وقت لحد شيء. هذاك علاش لازم تستعمل بومودورو تكنيك. ثاني سبب لازم تستعمل فيه التكنيك هذا انه هو العباد تبخل. تصور انا نجيك نقول لك لازمك يا فلان تعمل 4 سوايع مات باش تنجح في حياتك، والله لا تعملهم حتى كي باش تنجح في حياتك. علاش؟ خاطر 4 سوايع تظهر حاجه رزينه، مي كان نقول لك اقرا 25 دقيقه وارتاح، واقرا 25 دقيقه وارتاح باش تحس شويه تخي ميم با نص ساعه باش نقرا فيها، نقراها نص ساعه من بعد تلقى روحك ترتاح، تعاود تجيك العزيمه مره اخرى، هي نص ساعه اخرى. ما هيش في مخك، مش تجي في مخك راهي 3 4 سوايع، ما باش تجي في مخك راهي نص ساعه مع نص ساعه، اللي هي حاجه تحفنا على الاخر. مي انا عندي لها تويست لقيتها في الانترنت في عوض البومودورو تكنيك. انا الحقيقه نستعمل الانيميدورو تكنيك، اللي هي شنية؟ كانك مغروم بالانيم ولا مغروم بالسيريات، وخاصه بالانيم، خاطر حلقه الانيم كما نعرفوها الكل راهي 15 دقيقه ل 20 دقيقه، ديجا ما تاكلش برشا وقت. وزيد على خاطر التركيز نتاعي ماهوش 25 دقيقه، التركيز نتاعي في حكايه 40 50 دقيقه. دونك انا الحقيقه نفد اني نقرا 25 دقيقه وانا مازلت غاطسه، ما نحبش نرتاح ديجا في الوقت هذاك علاش نستعمل الانيميدورو تكنيك، اللي هي تخليك تقرا 40 50 دقيقه بعد تتفرج فيك الحلقة أنيم اللي هي 4 ساعة ولا 20 دقيقة. دونك تربح قرايتك وتربح حلقاتك، ما تفلت حتى شيء. وزيد شنية الحاجة الأكثر حاجة إفيكاس في التكنيك هذه؟ تخلي القراية تكون عبارة لعبة، قلت لمخك سي بون مخك يستانس، عبارة في لعبة، عبارة كان عملت الحاجة هذه راني باش نتفرج على الحلقة هيك، كان عرفت كل يبدأ يستنى فيك الدوبامين متاع وقتاش نكمل قرايتي، وقتاش نركز ونكمل في قرايتي باش نمشي نتفرج فيك الحلقة. وأكيد حاول ما تختص مش تتفرج في حلقة بعد تدخل 10 حلقات، لا، عندك حلقة تعاود تقرا بعد تتفرج في حلقه. وزيد الحاجه هذه تخليك تركز اكثر وتخلي مخك اكثر متشوق باش تتفرج على الحلقه الثانيه. وبعد ما حكينا على 3 اهم طرق تاع قرايه، باش نتعداو 3 اهم حتى من اللي قبلهم طرق تاع قرايه. اول حاجه نمشي الاكزام سكاوتينغ. ريت تحط في مخك الاكزامان عباره حرب. تصورها انت تمشي الحرب لك متراني، لا عندك سلاح، لا تعرف كيفاش تتصرف، تبقى باش تموت من الكرتوشه الاولى سهله معناها. مي حط الاكزامان نفس الحكايه. تصور انت ماشي في حرب، ماشي الاكزامان وما عمرك في حياتك ما عملت
تطلع على حتى اكزامان ما تنجحش تو سامبلومون، ما تنجمش، صعيبه. مي كان تعمل طلع على الاكزامان. انا الحقيقه هي هذه بديتها في الباك واكتشفت لي تنفع على الاخر. اجبد الاكزامانات القدم، اعمل طلع اقراهم بالواحد مي مش تقراهم كهو، تقراهم وتحط ورقه على جنب وتشوف شنو الاسئله اللي تتعاود، على خاطر انا متاكده 1000% في كل اكزامان كانوا مات فيزيك هندسه تاريخ جغرافيا فما اسئله باش تعاود، خاصه في الانجلي والفرنسي. عاد هذوك من عمر اقدر منهم ماخذ فيهم على الاقل 17 18 وطلع فيهم منه حسير. راهو 90% من التوديونات يقعدوا جست يحاولوا يا ربي زعما شفيه الاكزامان، زعما في درس فلاني، زعما في درس فلتاني. مي كان هو مد الاكزامانات نتاعو وعمل عليهم حتى 10 دقائق ريفيزيون وشاف شنية الحاجات اللي تتعاود، راهو ربح برشا وقت وراهو قرا سمارتر مانيش هاردر. نفس الحكايه اللي حكينا عليها بكري، لازم تقرا بذكاء مش جست هاني نقرا برك. وخاصه بالليل جماعه الباك، هذه جمله صغيرونه جماعه الباك ما يقول لك عليها حد ونجم تكتشفها في اخر العام بعد ما سي بون. انا حقيقه سي بون ديجا وقتها كي كملت في الباك نتاعي وجاو امريكا وقت اكتشفت البروبليم هذا. لو انا باك انفو باهيش وبعد مشيت نقرا انفو ما قال لي حتى حد انه سكورك تابع القرايه اللي تقرا فيها في الباك. مثلا كان نحب نمشي الفاكولتي باين تاع انفورماتيك، لازم سكوري في الانفورماتيك يكون عالي، مش لازمني نجيب مثلا في الفيزيك ولا في الانجلي ولا في ما نعرفش شنو الماتيريات، لازمني نجيب في الماتيريات اللي يطلعوني في السكور. دونك مثلا كانك تقرا سيونس وناوي تكمل في السيونتيفيك، حاول ركز على الماتير تاع السيونس، ما تركزش على التاريخ والجغرافيا. صحيح تنجم تنجح بالتاريخ والجغرافيا مي ما تنجم تاخذ الفاكولتي الباهيه كان بالسيونس. دونك جوست هذه بوين حبيت نحكي عليها. خامس طريقه نتاع قرايه اللي هي تنفع على الاخر، اللي هي prioritize what matters، اللي هي تابع نفس الكونسيبت اللي تو قلته لكم. انا متاكده سمعتوا بكلمه 80-20 هكا رول حاجه كفنكه، اللي هي تقرا 20% من الحاجات المهمين اللي هما يجيبوا لك 80% من الريزلت. اول حاجه قلنا لازم تعمل طلع على الاكزامانات وتاخذ الاسئله اللي هي تتعاود. ريت الاسئله اللي هي تتعاود هذيك ال 20% نتاعك اللي تنجم تجيب لك 80% في الاكزامان. راه مش بالضروره تاخذ 20 في الاكزامان، مفيد تاخذ سكور باهي اللي يخليك توصل لحاجتك بيه. حاجه هي ما يفهموهاش برشا عباد، اعطيني ناخذ 20 اعطيني ما ادري شنو. لا يا ودي، شوف انت شنو قادر عليه، شنو الماتيريال اللي تعرف روحك تجيب فيها بالباهي وما تخسرش برشا وقت. مثلا انا شخصيا مثلا باهي في الانجلي ما نضيعش برشا وقت، ولا مش نقعد ريفيز في الانجلي ومتلفه ما نعرفش انا ماتير انفورماتيك. لا ها سي بون الانجلي نعرف روحي جو مريقل، نتلهي بالماتيريات اللي مانيش مريقله فيها. هذه بسيطه على الاخر معناها الحكايه. جست خذ ورقه اكتب فيها لي ماتير نتاعك، مثلا سيونس ما فيزيك ترشني وقول انا اكتب بجنبها حط قداش تعرف روحك معناها باهي ولا خايب في الماتير هذيك، اعطي عليها تقييم 6/10 3/10 1/10. كون صادق مع روحك بالطبيعه، مش تعرف روحك تجيب واحد في ماتير تحطه جو مريقل في الماتير هيك. لا، حط بالضبط تقييم اللي تعرف روحك مريقل فيه. بعد ما عملت التقييم هيك دار امام لي ماتير اللي هما عندهم برايورتي باهيش. مثلا انت خذيت لونجاج لتسي خذيت الالمان هذاك تجيب فيه 2، مي اسكو الالمان برايورتي بالنسبه ليك؟ لا ماهيش برايورتي. حتى كان جبت فيها شويه والله مش طلع الحاجات اللي انت لازم تطلعهم، خاصه اللي فيهم كوفيسيون عاليه خاصه في الباك وفي هذاكم كل. هذيك هي معناها خلاصه الحاجه هذا، انه ركز في الحاجات اللي هي تاكلك اقل وقت، اللي هي تخليك تقرا بذكاء واللي تخليك اقل حاجه ستريسي. خاطر اهم حاجه في الباك بخلاف القرايه اللي هي ستريس، وريتها في برشا عباد. فما عباد توصل تجيب 17 في شهر العام وفي الاخر الدوبل جست على خاطر ستريس، وفما عباد تلقاه من با مركزه في القرايه وتنجح لك ب 99. انا تو فهمت كيفاش 10 صفر صح. مي راهو ستريس معيار كبير على الاخر في النجاح ولا الفشل نتاعك في اي حكايه في الدنيا، خاصة في القراية. معروف انه الستريس ما يخليش المخ كبتي المعلومات وما يخليكش اصلا عرفت تبدا مش بالك بروح قاري الدنيا الكل، تدخل الكلاس ما تذكر حتى شيء. وصارت لي مش مرة ومش اثنين، وياسر شعور خايب على الاخر. هذاك علاش باش نحكي لكم على اهم واخر بوين في الحديث نتاع نهار اليوم. ماكش باش تصدق شنو اسم البوين هذه، اما راهي اهم بوين في حياتك الكل، مش كان في القراية وماهيش في الخدمة، هذه في حياتك الكل، واللي هي حرفيا السيكريت ويبن نتاع البرين نتاعك اللي هي النوم. صدق ولا تصدق؟ خاطر انا شخصيا من العباد اللي ما يرقدوش برشا، ولا من العباد ما تقدرش برشا النوم. مي كي اكتشفت القيمه نتاعو خاصه في كتاب كيما واي وي سليب، الا في الحاجات اللي باش نحكي لكم عليهم توا تصدمت من الاخر. معناها ما عندي ما نزيد، بس من النوم حاجه مهمه على الاخر. ريت القوه نتاع النوم. تو انت عندك مثلا معلومات في ديسك دور باهيش، مي ما عندكش البروجرام اللي يخلي الديسك دور هذاك يمشي يخدم بالباهي، مش عندك ما تعمل به. وفي الحاله هذه المخ هو البي سي نتاعك، الديسك دور هو المعلومات نتاعك والميموري نتاعك، والسوفت وير هو النوم نتاعك. ريت النوم هو اكثر حاجه تخلي المخ يشد المعلومات، اكثر حاجه تخلي المخ ينظم المعلومات. ريت انت تمشي تقرا مثلا، نقول نقرا الليله هذه
بعد نمشي نرقد 40% من المعلومات تشد في مخك. تصورها انت، خاطر فم برشا عباد مثلا يقول لي والله يجيني النوم نمشي نقرا نمشي نرقد. والله ننصحك اهم وقت تقرا فيه هو قبل ما يجيك النوم بالضبط. ريت تقول لي جاني النوم ونقول لك على الاقل اعمل يا زيدي نص ساعه يزي، ريتك نص ساعه باش تتذكر 40% منها برغم ان انت دايخ ومش مركز اصلا. ديجا انا الحاجه هذه نعملها، اني ننظم نومي، نرقد من 10 ل6 اللي هي اهم 8 سوايع على حسب ما قالوا الطب الكل، ومتاكده حتى كانك طبيب وتتفرج باش توافقني الراي. اقرا قبل ما ترقد. ريت مثلا نرقد 10 يا سيدي نبدا نقرا 7، ما وصلنا نقول 10 تلقاني ديجا دخ. ريت الوقت هذاك والحاجه هذوكم اللي قريتهم كي نقوم الصباح نقوم 6 نعمل عليهم طله، والاغلبيه باش نلقى روحي متذكرت وجربها وتشوف كيفاش. لكن حرفيا قرايه من غير نوم انا نقولها فكره. القرايه من غير نوم كيما الكتيبه على الماء، اخي باش تكتب على الماء الكتيبه باش تضيع، باش تمشي على روحها وراقك باش تفسد وتمشي على روحك. انت جيت رقدت بالباهي وراك عباره حفرت على اللوح، كل شيء يقعد في مخك وجاكم ريكل. وتوا بعد ما كملنا الفيديو خلينا نعمل لكم ريكاب على عملناه اليوم الكل. وهو في الفيديو هذا يكون عجبكم. بالرسمي راهو 6 حاجات اللي حكيت لكم عليهم راه ينفع على الاخر، عن تجربه شخصيه وعن تجربه متاع برشا عباد سمعتهم يحكيوا على الحاجه هذه. وننصحكم تبعثوا الفيديو هذا لحد تعرفوا، خاصة في الفيديو ومخصور، وخاصة كان يستعمل 3 طرق اللي قلنا عليهم من الأول اللي هما ريدن والهايلايتن والسامرايزن. خاصة سامرايزن كان بطريقة غلطة بالرسمية كارثة. وكما قلنا عملنا 6 طرق اللي هما الاكتيف ريكول اللي هي مش جست تقرأ، ما زاد لازمك تكويزي روحك، لازمك تسأل روحك شنو اللي قريته وتحاول تتذكر وحدك من غير ما تغزر. الحاجة الثانية اللي هي spaced repetition، ان انت تعاود الحاجة in intervals، معناها نقرأ نهار 2، نرتاح عليه نهار 3، نقرأ نهار 4، نرتاح عليها نهار الخميس، نقرأ نهار السبت مثلا. مش جست نقراها مثلا شد نهار نبدا نغفص فيها الماتير، لا بالعكس كانت تقسمها طرف 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 تلقى روحك تتذكرها أكثر. الحاجة الثالثة اللي هي الفاينمان تكنيك. فاينمان تكنيك انك تفسر المعلومة لعبد ولا اخوك ولا يعدي، حتى كان عندك دمية فسر الدمية، وكان خلات حط قطوسك بجنبك وقعد تفسر له. يدي المفيد حط في مخك اللي انت في اللحظة ذيك راني بروف وراني باش نفسر تو سامبلومون، عادي راك ما فهمتش حاجة جست نجم تحطها في ورقة وذيك هي التريفيزن بعد، سينو الباقي راهو جو ميك. الحاجة الرابعة اللي هي البومودورو ولا الانيميدورو تكنيك، كانك تحب الانيميز. بومودورو اللي هي تقرا 25 دقيقة وترتاح درش، الانيميدورو اللي هي تقرا ما بين 40 و50 دقيقة، والراحة هي 20 دقيقة اللي باش تتفرج فيها في حلقة الانيم ولا ما عرفش باش تاكل حاجة ولا اي حكاية، كل واحد بطبيعة واختياره. الحاجة الخامسة اللي هي الاكزام سكاوتن، كما قلنا ما تنجمش تمشي الحرب وانت ماكش محضر لها، لازمك تعمل ريفيزيون على كل اكزام نتاعك، ولازمك تخرج منه شنية الاسئله اللي ترى فيهم قاعدين يتعاودوا وكيفاش اصلا تصلح الاسئله هيكم بالطبيعه تشوف لي ديتاي الكل. القاعده السادسه اللي هي ال 80-20 رول، اللي هي تقرا 20% من الحاجات اللي باش يوصلوك 80% من الريزلت. لازمك تختار بالضبط شنو لازمك تقرا باش بالرسمي تكوني برايورتايز معناها فاش قاعد تعمل. اخر واهم حاجه اللي هي الميموري ماجيك، اللي هي النوم، انك لازم ترقد في وقت صحيح، معناها مش ترقد العشيه بتقول لي هاني رقدت ومخي مش مريقل، لا لازمك تحاول ماك ترقد ما بين 10 و6، 10 تاع الليل بالطبيعه ل6 متاع الصباح، على خاطر الحاجه هذه تخلي مخك والمعلومات نتاعك ريتين شادين بلاصتهم. كما قلت لكم اعملوا طلع على زوز كتب، فما الميك ات ستيك اللي بالطبيعه باش نحطهم في الديسكريبشن زوز، سواء عندنا كتاب ميك ات ستيك اللي هو يخليك تعمل طلع ان ديبث على الاكتيف ريكول، والكتاب الثاني اللي هو واي وسليب بالرسم يزيد يوريك أهمية النوم. وكما تحبش القراية تو سامبلومون اعمل طلع على بودكاست عليهم، ماكش باش تضيع برشا وقت، وديجا تنجم تعمل طلع على البودكاست في كل 20 دقيقة نتاع الراحة نتاع الانيميدورو. ونحبك زادة تتذكر انه القراية مع عمرها ما كانت جست work hard ودرشنية و study hard، لا راهي study smart work smart، وكل شيء لازمك بذكاء تعمل في الدنيا هذه، خاطر جست باش تبدا تغفص وترفس ونقرا في 50 ساعة في النهار راهو ماشي افيكاس وما باش تنفع حتى شيء. و if you like the video كما قلت لكم ابعثوا لحد ينفعه. سينو كان عندك اي فكرة وكان عندك اي طريقة من الطرق اللي قلتهم اليوم ما فهمتمش بالطبيعة تنجم تحط لي في الكومنتس، اكيد باش نجاوبكم الكل. وتعمل مزية تقول لي شنو احسن طريقة بالنسبة ليك سمعتها في الفيديو هذه واللي تحسها زادة باش تعاونك برشا. wish you all the luck، wish me all the luck زادا، خاطر كيفكم من عندي ليزيكزامان. ونحب نقول لكم انه فما فيديو على قريب اللي هو باش يكون study with me فيديو، اللي انت تبدا تقرا تنجم جست تحطني معاك في الباك جراوند ونقراو زوز، وكان تحب حتى نعمل لكم لايف نتاع قرايه مش مشكل. and see you in the next video. bye.